بالصدفة وأنا بقلب النهاردة على الفيسبوك قابلني الفيديو المرعب ده، واللي بجد خلاني معرفتش أوقف دموعي. كلام الست دي والحزن والقهر اللي في عينيها كفيلين يقطعوا قلبك ويخلوك تعيد حساباتك عن الدنيا 1000 مرة من تاني. تعالوا نشوف حصل إيه. عايز اتجوزك. انا قد ستي برضه. انا مش قد ستك، لا، ما انا صغيره وشايله العب. انا صغيره وشايله العب، ولا صغيره بس شايله الهم شويه. واحد بيقول لصاحبه أنا جبت لك عروسة إيه؟ فرد عليه وقال له عروسة إيه؟ دي كبيرة قد ستي. فردت بمنتهى البراءة وقالت أنا مش كبيرة، أنا صغيرة والله، بس شكلي هو اللي كده من شيل الهم. الست صادقة، شيل الهم ده مش بس بيخلي شكلك كبير، ده بيقصف العمر. الست دي الهم كبرها وزود فوق عمرها عمرين، وفي الآخر ماتت وهي شايلة الهم من غير ما تلاقي الإيد اللي تسند وتشيل معاها. الدنيا بقت تقيلة قوي وصعبة قوي والهموم بقت كتيرة. شيل الهم ممكن يكون سبب وفاة شاب صغير، ومن خطورته النبي نفسه كان كل يوم بيستعيذ منه، كل يوم بيقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. شيل الهم بيعجز القلب ويكرمش الوش. شيل الهم بيكبرك فوق عمرك عمرين. شيل الهم بيخليك تفكر كتير ودايما قلقان. شيل الهم بيخليك دايما سرحان وحزين وخايف من بكرة. شيل الهم بيخليك عاجز مش عارف تعمل ايه وتحلها ازاي. شيل الهم بيخليك شغال 24 ساعة عشان تتجوز اللي بتحبها، بتحسبها بالورقة والقلم وبرضه مش جاية معاك، والنتيجة فراق. شيل الهم بيكسر النفس ويذلها ويحرق الدم. شيل الهم بيبقى سبب كل الأمراض اللي فجأة بتظهر لك وانت في سن صغير. شيل الهم هو سبب حالات وفاة كتير شفناها لشباب بسكتة قلبية وغيره. شيل الهم بيخليك دايما تفضل تعافر في الدنيا وتلف في دوامة ملهاش آخر، وكل ما تقول هانت تلاقي نفسك غرقان أكتر وأكتر. شيل الهم بيسرق منك ضحكتك وبيخليك في عز الفرح قاعد سرحان ومش قادر تفرح. شيل الهم بيبقى حمل كبير قوي على قلبك، خنقة وضيق محدش حاسس بيهم غيرك. شيل الهم بيخليك تصاحب الوجع وتعيش معاه. شيل الهم بيخليك تصعب عليك نفسك وعمرك وحياتك. اوعى تسيب الهم يغرقك، خليك مؤمن ان ليك رب كريم سمعك. ردد دايما دعاء النبي وقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. ربنا يعين كل واحد على شيلته. الشيلة بقت صعبة وتقيلة واكبر من قدرة الناس على الاحتمال. يا رب ما تكسر حد ولا توجع حد قدام اهل بيته في ظل الايام الصعبة قوي اللي احنا بنعيشها دي. ربنا يعين كل راجل فاتح بيته وفي رقبته زوجة وعيال مسؤولين منه، وشغال شغلانة واتنين عشان يكفيهم ومش ملاحق. ربنا يعين كل شاب عايز يعف نفسه ويتجوز وبالورقة والقلم مش جاية حتى لو اشتغل 24 ساعة. ربنا يعين الناس ويهون عليهم عشان الحمل عدى كل الحدود. ربنا يعين اللي بيعافر وينحت في الصخر عشان يعرف يعيش في بيته مستور. يا رب يعين كل واحد على حاله. يقول لي متجوزه مطلقه، اقول له لا لسه ما اتجوزتش. كان على الجواز كتير، اقول له على اوضه النوم ويمشي ويهرب، يقول لي اقعدي على حاجه امك وحاجه امي قديمه ما اعرفهاش. انا غلبانه ويتيمه